القاهرة تقدم بحلم لمصر. بحلم لمصر مع محمد كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا بهنيكم وبهني كل المستمعين بشهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. أنا كل اللي بحلم بيه، بحلم لمصر في حاجات كتير قوي. أولا بحلم لمصر إن هي تكون نسيج واحد، شعب واحد، الأخوة متكاملة، الحبايب يرجع تاني لمصر ألفتها ومحبتها ومودتها. بحلم لمصر إن أنا ترجع تاني، ما نلاقيش مكان أو أوضة أو ليلة سياحية في المنتجعات السياحية بتاعتنا. نفسي أشوف السياحة تاني بترجع بتتعافى. نفسي أشوف مصر من جديد بتتفوق على كافة الأمم. نفسي أشوف مصر النهاردة بتجري بتسابق الزمن. النهاردة كانت زي ما بنسمع والتاريخ بيقول اليابان كنا احنا وهم في رهان واحد أو في فترة واحدة للتنمية. النهاردة اليابان بقت فين وإحنا فين؟ أنا بحلم لمصر إن إحنا نتفوق ونغزو العالم صناعيا، نغزو العالم فكريا. أنا بقولش نغزو بالحروب، إحنا نغزو بالعلم وبالثقافة، بكل اللي إحنا نفسنا فيه. بحلم بمصر إن المشاريع التنموية تتزايد، الدخل الفردي يزيد. النهاردة بعد اللي عمله سيادة الرئيس مثلا من مشروع قناة السويس، اللي صح إذا كانت تعافى شوية من ناحية الدخل، ولكن هو مشروع جاي وقادم. نفسي أشوف الصحراء كلها خضرة. احنا عندنا يمكن كافة سكان الوطن لمصر أو المصريين كلهم بيعيشوا في جزء يسير قوي، قد لا يتعدى 20 أو 25% من أرض مصر. احنا عندنا صحاري كتير قوي، وربنا من علينا. عندنا المية، عندنا نهر النيل، عندنا المقومات الزراعة، 1.5 مليون فدان اللي الرئيس قال عليهم. ده كلام جميل وده كلام رائع. نفسي أشوف الخضرة تعلوهم. نفسي أشوف القمح ما بنستوردوش تاني. أنا عايز النهاردة أحس إن أنا بطلع القمح بتاعي، أصدر منه للدول العربية، أعين الدول الفقيرة، أبعت للدول الفقيرة من القمح بتاعي، مش أستورده. النهاردة نفسي أشوف السكر يرجع زي ما كنا زمان. النهاردة الرئيس كتر ألف خيره في آخر لقاء لي في إفطار العائلة المصرية، لما رفع مخصصات الفرد من 18 ل 21 إلى 50 جنيه. ده بينعكس كويس قوي قوي على الفرد أو على الشعب المصري. النهاردة وغالبا هي الستات باستمرار هم اللي معظمهم اللي شايلين الحمل الكبير، هم اللي بيروحوا يجيبوا التموين. النهاردة لما بتروح تلاقي نفسها مثلا بدل إزازة زيت هتلاقي 3 أو 4، بدل كيلو رز هتلاقي 3 أو 4. ولها الخيرة إن هي بتجيب اللي يعجبها هي. النهاردة ده قرار كان صائب وقرار كويس قوي. احنا بنقول لسيادة الرئيس نظرة للمعاشات شوية. المعاشات أنا أعتقد أني سمعت رأي لأحد السادة رؤساء المحكمة الدستورية، قال إن بعد سن المعاش الإنسان بيصل إلى أمراض وبيصل إلى عايز يجوز ولاده. إحنا بنناشد الرئيس أملا ورجاء أن يرفع من منظومة المعاشات شوية، اللي هي إيه لأن المعاش سيء جدا جدا لما بيطلع الواحد. أعتقد أنا على سبيل المثال خدت خمس اللي كنت بقبضه. طبعا الفرق اللي هو كبير قوي والفجوة واسعة قوي. أنا بحلم إن أنا أشوف كل مصري بيقول أنا فايض مني. بحلم إن أنا ألاقي كل مصري النهاردة فاضل منه، راكب عربيته وعنده بيت وعنده سكنه الخاص، عنده كل ده. أنا الحلم ده إذا ما كناش هنشوفه إحنا في سننا، إحنا منتظرين إن ولادنا تنعم بيه.
أنا بحلم إن أنا ألاقي مترو الأنفاق ده، ألاقي كرسي أول ما أطلع. بحلم إن أنا ألاقي مصر كلها جميلة، مصر خضرة، مصر فيها خير، فيها نماء، فيها استقرار. يعني النهاردة لما بنشوف الآية الكريمة الذي أمنهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. النهاردة أنا عايز الاقتصاد يتعافى، عايز صح إذا كان سيادة الرئيس بيقول يعني شوية نتحمل شوية، احنا متحملين، ولكن احنا عايزين برضو الملفين، والملفين دول هما يعني أكثر الملفات الشائكة، الاقتصاد والأمن. نفسي أشوف العسكري تاني بيرجع بينادي بيقول ها مين هناك، نفسي ألاقي الأمور مستقرة، نفسي ألاقي بنتي وهي خارجة اللي في سن العروسة 20 سنة و18 سنة، سن المراهقة، سن البنات، سن العروسة، إن هي خارجة في أمان تام، إن هي عارفة إن هي هترجع ومحفوظة بعناية الرحمن وبحراسة الأمن والبلد حلوة. نفسي ألاقي الشباب النهاردة منتظر إن هو يتخرج وربنا يكرمه وظيفة. بس أنا بعتب على الشباب النهاردة، الشباب كل واحد عايز يقول أنا عايز على مكتب أو أقعد على مكتب، بس أنا عايز معرفش إيه. النهاردة الدول الأجنبية تفوقت علينا بحاجات كتير جدا. إن الدول الأجنبية النهاردة الخريج بيتخرج بيشوف سوق العمل إيه. أنا يعني كنت في مؤتمر كانت عاملاه جامعة بنها عن التنمية المستدامة، فكان لي رأي شاركت فيه وكنت أحد ضيوف المنصة، فقلت أنا أتمنى أن وزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والحكومة يشتركوا في منظومة واحدة. أنا النهاردة بقول أنا عندي مثلا شركة النصر صناعة السيارات مثلا على سبيل المثال، يعني النهاردة أدخل لها معهد خريج ثانوية عامة يشتغل مهندس سيارات، يشتغل مهندس في الحملة بتاعت السيارات، يشتغل لأي حاجة للسيارات، الحديد والصلب، كل مصنع ياخد ولاده من ثانوي أو من الجامعة عشان يدربوا على اللي هو عايزه. أنا يعني أخشى أن أنا كنت قلت عليكم، أنا يعني بصبح عليكم وبهنيكم بالعيد اللي جاي. محدثكم دكتور عبد الرحمن عبد العظيم مشهور بنها، دكتوراه في التنمية البشرية والإرشاد الأسري، وبحلم إن مصر تكون أحلى من مصر. أنا كاتب ومؤلف، عضو مجلس علماء مصر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام وحقوق الإنسان والتنمية. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم بحلم لمصر. حتى يجمعنا وإياكم لقاء جديد، تقبلوا تحيات مهندسة الصوت حنان عبد النبي.